السلام عليكم اخواتي اخواني، سعيده بلقياكم من جديد في وصفه جديده من وصفات قناتكم حلويات كوكتيلا. اليوم كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اللي سهله وبسيطه بسيطه جدا بثلاث مكونات فقط. كيف دائما عودتكم مع السهل والبسيط، تقدروا تعتمدوها في شهر رمضان المبارك. كنتمنى اخواتي تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على جميع المراحل، وكيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بطبيعه الحال لا عجبكم اقتراح اليوم، والبارطاج باش تعمل فائده للجميع. وندوز على بركة الله طريقة التحضير مع ذكر المكونات. وغادي ناخذ هكا الحبة الأولى من البرتقال، غادي نبشرها في الحكاكة، يعني كنبشروها في الجهة الرقيقة، كنحتاط فقط غير بديك القشرة ديالها البرتقالية، يعني ما كنوصلوش لديك القشرة البيضاء باش ما كتعطيناش المرورة. كيف كتلاحظوا كنبشرها فقط غير داك الفوقاني ديالها، كندور عليها بجميع الاتجاهات، وحاولوا انكم ما تبشروها في الجهه الرقيقه يعني ماشي في الجهه الغليظه. صافي غادي نستمر هكا، غادي ندوز للثانيه ايضا حتى هي بنفس الطريقه، حتى غادي نكملهم بجوج بهم. هنا بعد ما حكيتهم تحصلت على قشر البرتقال. هنا على هذه القشره هذه غادي نضيف كاس من السكر. بالنسبه اخواتي السكر تيبقى على حسب الرغبه ديالكم، الا كنتو هكا ما كتبغيوش الحلاوه بزاف فبطبيعه الحال غادي تنقصوا من الكميه ديال السكر. غادي نحرك مزيان هاد القشور البرتقال مع السكر جيدا هكا بالفوي اولا شي ملعقه حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم، يعني وكيدخل لينا داك السكر مزيان في هاد القشره هادي. هنايا غادي نضيف كمكون ثالث علبه من الياغورت من وزن 110 غرام اللي تيكون بالنكهه ديال الفاني. ممكن تختاروا اي نكهه كتبغيوها، الخوخ اولا الموز، تتبقى دائما نكهه اختياريه وعلى حسب الرغبه ديالكم وشنو كتفضلوا. غادي نضيفها هنا على هاد السكر وعلى القشر ديال البرتقال، وغادي نحرك الكل جيدا بالفوي اولا كيف قلت لكم ملعقه. كنحرك مزيان مزيان حتى كنتحصل على قوام اللي تيكون كريمي وخفيف بهذه الطريقه، وتيكون ناعم واملس، يعني كنخلطو مزيان في هذه المرحله هذه. كيف كتلاحظوا الخليط ديالي بدا كيخفاف. هنا من بعد ما حركت مزيان الكل غادي نوضع الاناء ديالي جانبا، وغادي ناخذ هكا شي خشيبه اولا شي طبيصل فاش غادي نقطع فاش غادي نقرط البرتقالات ديالي. هنا خديت ديك البرتقالات بجوج اللي كنت حكيت لهم القشره ديالهم. غادي نزول القشره البيضاء هكا بواحد السكري تيكون شويه ماضي، كنزول مزيان داك الفوقاني، كنزول ديك القشره يعني اللي كنا حكينا منها القشور ديال البرتقال. كنحاول نحيد حتى دوك جديدات البيض باش ما كيطلقوش لينا المروره، كنقيوها مزيان مزيان هكا. الا كانوا شي خيوطات هما كنحيدوهم. صافي غادي ندوز للثانيه بنفس الطريقه حتى هي كنقيها. صدقوني هاد الوصفه هذه راها سهله بزاف، بسيطه بسيطه اقتصاديه في متناول الجميع. غادي نقرضهم على شكل دوائر اولا مربعات اللي بغيتو، ممكن تقطعوهم بالشكل اللي كتفضلوا. يعني كنحلهم مزيان باش الا بان ليا شي عظم كنحيدو. ضروري اخواتي كيف كتعرفوا بان العظومه ديال البرتقال راه كيطلقوا لينا المروره، يعني كنحاول هكا كنفلحهم مزيان وكنولي كنقسم على شكل مربعات باش الا بان ليا شي عظم كنحيدو، باش كنتاكد ان البرتقال ديالي صافي راه ما فيه حتى شي عظم، اولا كبان ليا شي خيط ديك الخيوط البيضاء حتى هي كنحيدها. صافي مباشره غادي ندوز هنا باش غادي نوضع على ديك الخليط اللي كنت خلطت معكم قبل ديال الياغورت والسكر والقشور البرتقال. كنحرك مزيان باش كينسجم ليا الكل. وهنا يا اخواتي ضفت نصف لتر على هاد المكونات هذه، كنحرك مزيان. غير هو المشهد فاش كنت نفرغ نصف لتر ديال الماء تحدف ليا عند بالي راني كنصور، هو راه ما كانش التليفون تيصور. ضفت كيف قلت لكم نصف لتر من الماء العادي من الصنبور فقط، غير نص لتر يعني نص سيترون. غادي ناخذ هنايا الكاس ديال الخلاط، او لا ممكن طحنوا غير بالميكسور الا كان متوفر عندكم. غادي نفرغ ديك الكميه كلها. هنا غادي نشل ديك الزليفه هكا بواحد شويش ديال الماء، غير واحد الجغيمه باش ما كيبقاليش ديك الفائض ديال الخليط هكا في الاناء. صافي وغادي نغلق على الكاس ديال الخلاط. وضروري اخواتي ما تطحنوا هاد المكونات مزيان، يعني في هاد المرحله الاولى خليوها كتطحن جيدا تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. صافي ولي نتلاقى معكم. هنا من بعد ما طحنت الكل صافي خديت الاناء النيت اللي كنت خلطت فيه المكونات قبيله. غادي ناخذ هنايا واحد الصفايه وغادي نصفي العصير ديالي.
انا هنا متوفرش عندي صفايه كبيره، اكتفيت فقط غير بهاد الصغيره هذه. كضروري اخواتي ما تصفيو العصير ديالكم باش كيتزول منه ديك الشوائب. وهكا لا كانت شي حبيبات ديال البرتقال كيتحيدوا لينا باش كتحصلوا على عصير اللي تيكون خالي من ديك الشوائب. بهذه الطريقه كنبقاو كنصفيو شويه بشويش. نتوما الا كانت عندكم الصفايه كبيره فغادي تفرغوا الخليط ديال العصير ديالكم كامل، كتفرغوه دقه وحده. فكيف قلت لكم انا غير ما متوفرش عندي. صافي غادي نبقى هكا كنضيف شويه بشويه. كيف كتلاحظوا اخواتي هاد الشوائب وهاد الزوائد هادو ديال البرتقال كلهم كيتصفاو لينا. كيف قلت لكم ما صفيتوش العصير ديالكم فهاد الشيء كله غيجي في العصير، ما كيجيش هكا يعني زوين في المذاق ديالو. صافي اخواتي كنصر على نفس الطريقه حتى غادي نصفي العصير ديالي كامل. صدقوني اخواتي هاد العصير هذا راه كيجي لذيذ خطير في المذاق. كنتمنى فعلا من كل قلبي انكم تجربوه. كيف كتلاحظوا الشوائب هادو كلهم يعني تصفى ليا العصير مزيان. كيف كتلاحظوا فانا كنحاول هكا كنتبت باش نوريكم ديك الشوائب وديك الزوائد ديال البرتقال اللي تبقاو ليا في الصفايه. هنا غادي نزيد نصف لتر من الماء، يعني في المجموع احتاجيت لتر من الماء. هنا كيف قلت لكم غادي نضيف نص لتر، يعني نص لتر ديال الماء اللي كانت تبقى ليا، لان في الاول ضفنا غير نص لتر. ودابا غادي نزيد نضيف نصف لتر ثاني، في المجموع هو لتر واحد. يعني هذا العصير هذا راه كيخرج لنا كميه اللي هي كثيره. نتوما هكا لا بغيتو العصير ديالكم يجي خفيف اكثر فغادي تضيفوا نصف لتر من الماء واحد اخر، باش في المجموع تحصلوا على لتر ونص ديال العصير. بالنسبه لكم لا بغيتوه خفيف على هكا. بالنسبه لي انا ما بغيتوش يجيني خفيف بزاف، صافي اكتفيت بهذا القياس هذا. غادي ندوز معاه مباشره باش غادي نفرغوا في القريعات ديالي، وغادي نفرغوا قدامكم في الكؤوس باش تشوفوا القوام ديالو كي كيجي. فعلا كيجي رائع، غادي يعجبكم المذاق، ولا الكبير ولا الصغير غتعتمديه ان شاء الله في شهر رمضان المبارك. لذيذ بزاف ومنعش، وحتى في الصيف لذيذ ما تشبعوش منه. هنا كيف كتلاحظوا راه تحصلت على كميه اللي هي كثيره، فانا عمرت هاد القرعه هذه راها كتهز ليا. تحصلت على 3 ديال الكيسان. هاد الكيسان هادو راه عندي انا كبارين، يعني بحجم كبير، راه غير التصوير ما عطيهمش حقهم. وكميه باقا لي في القرعه، وكميه هي دي يعني باقا لي في الزليفه. عاد غادي ندوز باش غادي نفرغها في واحد القرعه واحده اخرى. صدقوني هاد العصير هذا راه كيجي لذيذ. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم عصائر وحده اخرى باش ان شاء الله تعتمدوها في شهر رمضان، حتى هي اقتصاديه وبسيطه وفي متناول. كيف كتعرفوا دائما كنبغي نعطيكم هكا وصفات اللي سهله وبسيطه في متناول الجميع، وان شاء الله حتى شي حاجه ما تصعب عليكم. دائما مع السهل والبسيط. كنتمنى خواتي انكم تجربوا، تردوا عليا في التعليق كي جاكم. وكيف العاده خواتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع. ولا كنتم كتشاهدوا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. خليت لكم الراحه كيف العاده، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.